قلعة روميلي هيسار مساحتها 30,000 متر وفيها 16 برج، انبنت خلال 3 أشهر فقط. كيف وليش؟ خلينا نتابع التقرير. الزمان فترة ما قبل فتح القسطنطينية. المكان مضيق البوسفور أو المضيق المقدس. المهمة بناء قلعة روميلي هيسار. الغاية منع تقدم السفن القادمة من البحر الأسود. المدة 3 أشهر. لطالما كان الشغل الشاغل للسلطان العثماني محمد الفاتح فتح القسطنطينية، بس كان لازم يحكم قبضته على مضيق البوسفور اللي بشكل منفذ بحري للمدينة ويعيق عملية الحصار، فكان لابد من إعاقة تقدم السفن القادمة من البحر الأسود وبأسرع وقت ممكن. وأثناء عبور الفاتح من المضيق بعد عودته من حملة كارمان العسكرية عام 1451، يعني قبل الفتح بفترة 2 تقريبا، كان عم يتفحص كل نقاط وزوايا المضيق ليختار أفضل نقطة استراتيجية فيه، وقرر بناء القلعة على مضيق البوسفور بالطرف الأوروبي من المدينة، ومقابل قلعة أناضولو هيسار اللي بناها جده يلدرم بايازيد بالطرف الآسيوي. وكان اختياره موفق واستراتيجي لسببين رئيسيين. الأول، تم اختيار أضيق نقطة من المضيق واللي بتبعد مسافة 600 متر تقريبا عن القلعة الثانية بالجهة المقابلة. والثاني، اختيار أكثر منطقة فيها تيارات مائية قوية، فمن جهة راح يتم قذف مدفعي مزدوج متزامن من القلعتين تجاه السفن العابرة، ومن جهة تانية راح تجبر التيارات المائية السفن التوجه نحو الميناء المخصص أمام قلعة روميلي هيسار، وبالتالي فرض ضرائب عليها وإجبار على تنفيذ الأوامر، وإلا راح يتم إغراقها. وبالفعل تم إغراق سفينتين ما استجابت للأوامر، وحدة تابعة لأهل البندقية ووحدة بقيادة الكابتن أنطونيو ريزو، ومن دون رحمة. نرجع لعملية البناء وسر النجاح. تمكن الفاتح من بناء قلعة روميلي هيسار خلال 3 أشهر فقط، الأمر اللي اعتبره المؤرخين معجزة معمارية، وكان هو نفسه المخطط لأعمال البناء، ووكل المعماري الشهير مصلح الدين لرسم المخططات. وبلشت أعمال البناء ب 15 نيسان عام 1452 وانتهت بشهر آب. اشترك بعملية البناء حوالي 5 ل 6 آلاف عامل وأوسطة، وأشرف عليهم السلطان والوزراء والبشوات بنفسهم، واشتغلوا معهم جنباً إلى جنب. وتم إحضار مواد البناء من الأناضول ومن بقايا الخرابات البيزنطية بالمنطقة. طبعاً مهمة القلعة انتهت بعد الفتح، بس بقيت كشاهد على عظمة التخطيط والتنظيم والعزم عند العثمانيين. وحالياً هي متحف ومسرح يعرض فيها المدافع والقذائف القديمة وأجزاء من الجنزير اللي كان يسكر الخليج قبل الفتح. بس ما تساءلتوا عن موقف الإمبراطورية البيزنطية وقتها؟ بيقول المؤرخ دوكاس إنه الإمبراطور أرسل وفد ليطلب من السلطان وقف البناء، فقال له الفاتح: اذهبوا لعند إمبراطوركم وقولوا له هذا السلطان لا يشبه سلفه، سيفعل ما يشاء أينما يشاء، وإذا عدتم إلي بهذا الخصوص مجددا سأسلخ جلدكم عن عظمكم. بعد قليل وسائل إعلام غربية برزت مع الثورة، فهل تمكنت من مواجهة الطرف الآخر؟ والحوار خاص مع الصحفي منها الباريج عن غازي الكلور السام وآثاره في غريب بير شيء ابن بطوطة، لكن بالتركي.